يكونوا اسباب هذا الشيء، مع كامل احترامي انا خويا عادل ما كنتحاملش على واحد، انا تنقول الراي، انا تنقول الراي ديالي الخاص، وكما ديما تنقول والراي ديالكم واحد يحترم. انا في النظر ديالي كيبان لي هاد الامور هادي، يعني ما كاينش شي واحد اللي نقطع فيك المايك الله يرحم باك اللي خصو يوضح لان الامر راه كبير، راه الامر جلال، راه الناس تأذات فيه بزاف. على الاقل الانسان اللي تيغلط تيكفر على الذنب ديالو بطريقه او باخرى. انا راه ما تنتحاملش على اي شخص، لكن تناقش الافكار. كان يطلع ويقول ماشي غير هو، اي واحد حس راسو ظالم شي واحد، لان الامر تافه باش نبقاو نهضروا على نصب ديال 1000 درهم و2000 درهم. راه حشومه تاليك انت كشخص كتهضر على هذه المساله هذه على ان النص. انا الفكره ديالي اللي عميقه في هذه المساله هذه، كما تنقول لكم احسن وسيله للدفاع هي الهجوم. هاد الناس هما اللي تياخذوا اموال وبالدلائل على انه تيقول لك تنديروا وتنفعلوا. حنا راه ما تنهاجمهمش دابا، هما تيبغيو يرميو الكره ديما عند الاشخاص الاخرين باش هما اللي يتسموا ناصبين، وراه العكس اللي صح عند الناس اللي باغا تفهم. غير المشكله كما قلت لكم انا بالنسبه لي هي العاطفه، هي اللي كتخلي هذا الشيء متبعتر. كاينين الناس اللي تيقدروا يفهموا ولكن تيقول لك لا راه ما كاينش تكافؤ، هذا كذا 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 كذا. السؤال هو علاش هذاك السيد هذا باش عايش ما تيخدمش، لدرجه اننا كنسمعوا على انه تيعطيو، هو اللي كيعطيو، هو كنعطيو كندير الخير وكندير. هادشي راه خطير السي منتظر، راه خصك تفيق. حنا دابا ماشي تنهاجموك، حنا تنقول لك غير لافان كيف قال خويا كريم شاد، حطوا السلاح والله يجعل شي بركه. راه المساله راه بسيطه وكتخربقوا في بعضياتكم وتتاديوا في بعضياتكم ووصلتوا للوالدين ووصلتوا لشي امور اللي هي كبيره على الامر راه بسيط وانتم ضخمتوه كما قلت في الاول بحال واحد الكره الثلج. وتنظن على انكم كلكم مظلومين الا خوك اللي هو تيحرض واحد البطانه ديالو. هادو هما الرؤوس الاقلام اللي قديت نشد من الموضوع اللي قال خويا عادل، وغنسكت تقريبا هادشي اللي قديت نشد من عنده كافكار. انا حاولت نجاوب. مساله ديال الدم راه لا يمكن، القضيه كقضيه كنتي انت تدافع عليها وانت تناقشها في القناه ديالك وتطلع لنا ناس، طلع لنا محامين، دير محاميه كتقول عندك الفلوس وتعطي له الملف ديالك يطالع عليه، ومن حقك انك تهضر معاه تقول له راه عندي واحد القناه وخصك تشرح للراي العام باش نزيد نكسب واحد الشهره. ماشي انت باغي تكسب شهره بالاذى ديال الناس اخرين ولا بالسباب مع ناس اخرين ولا بتبادل الشتائم مع ناس اخرين. ماشي هكا القضيه. طلع لنا ناس من عندك في القضيه، قراوها، شدوا الملف. انا دابا ما عنديش الملف اللي غنقدر نحكم عليك، تنقول على ما تتقول بلسانك. هادشي علاش كنجاو وناقش. هاد القضيه غادي تبان وغنبان عندك قضيه النصب في الجهه الاخرى. ما كاين لا نصب، الا كاين شي نصب ديال شي طاجين زوين ربما حتى الا خداوه السي بنطازوت 1000 2000 درهم 3000 عادي عادي. شنو هي وكنداو شي ملايين كون لقيتيهم راه ضاربين الجاكوارات وضاربين الفيراريات ولا ضاربين غير ديور ولا شفتيهم غير بخير وتيمشيو للشاليات ولا. امر راه بسيط. اجمع راسك السي منتظر، راه ليك المصلحه ليك. انا بالنسبه لي هاد لاطاك اللي انت غيحسبوه الناس اتاك، انا بالنسبه لي راه خير ليك، لان تما تنقولوا حتى الام ولا الاب ولا المحب راه كما تنقولوا عتاب المحب. راه ماشي تنعاتبوك ولا تنهاجموك، راه ربما عتاب المحب. اما اللي تيطبل لك راه هو الخطير عليك، اللي كيطبل لك وتيردك منزه وعلى انك ماشي غلط وعلى ان الطرف الاخر غلط. هذا هو فين كاين الغلط. حنا السي محمد ولا حيده ولا اي واحد راه تنقولوا الغلط ديالو، تنقولوا له تيطلع معنا اللي لايف تنقولوا له شنو. والغريب في الامر السي تلقاه كبر منك سن وتيسكت وتيسمع لك وتيحترمك. انت راه ما تقدرش حتى على حوار بحال هاد الحوارات هذه على انني نقول لك انت غلط. والدليل على ذلك كتبغيو الدليل، نتوما كتقولوا اهل الدليل. راه مشى عندك هذاك با جدي ماشي بزاف د الحوارات، يا ويل شي واحد يتقلق حتى تخرج من القريه وتمشي للبيت وتضرب وترجع. ما قابلش الحوار. شوف صلح راسك، راه اصلاح حتى في الدنيا كنت عندك مرجعيه، راه حتى تصلح راسك عاد تقدر تزيد لقدام. حتى تشوف الراس ديالك، تصلح النفس ديالك وتعرف. ما تنقولكش انت قبيح ولا خبيث ولا، لكن راه عندك اغلاط وتعرف بانك انسان قابل للغلط، وتشوف فين عندك الاغلاط وتحاول تصححها. وفين غادي دابا انت؟ راه ما غادي لا القضيه ولا الدفاع عن الشرف ولا الدفاع، راك غادي بحال تنقولوا غير شي اهبل في الزفه، غير غادي وتتشطح شطحه. ولا ربما غنسميها لك من الاخر وغنسكت، ديك شطحه الديك المذبوح فاش كيبغي يموت. كيف قال لك راه خونا عادل راه قربت، ربما كدير ديك التخبيطه الاخرى. الشيء الاشكال فين كاين الاخوان؟
هو في اللي يقدر يقول لبنتازوت هكايا هذا الكلام هذا، هنا كاين الاشكال. يقول له راه انت عندك مساوئ ديالك، راه عندك اغلاط ديالك، راه خصك تصحهم اخي. ماشي نقولوا له لا انت لديك قضيه ولديك ونحن معك. حنا راه كنا معك بالقلب، لكن في الاخطاء لا. راك غادي في واحد البيست اللي ما غتخرجكش، ما غتخرجكش. وما تنساش راه كيف ديما تنقولها، تقدر توقع في شي مشكل راه يجبدوك من تما. وغادي تهضر معايا دابا بالآلة تقول لي خليني انا حياتي ضاعت، هذاك انت حر فيها، انا ما غنقول لك والو، انت حر. لكن ما تاديش معاك ناس، ما تكونش كما تنقول سادي وتتادي معاك والديك اللي هما كبار مساكن ما شبعوش حتى منك، ربما الا تيطلعوا عندك للقريه يشوفوك بديك الحاله، واش ما كتفكر لهمش؟ ولا ما كتفكرش على انك تفرحهم غير بوليد اللي هي المونه، واي اب تيبغي، ولا بنيته، ولا اللي كتب الله، ولا اللي جاب الله. احنا دابا تنهضروا معاك بواحد الطريقه اللي هي رغم انك انت راه ما غتفهمهاش، لان انت انا بالنسبه لي عندك افكار اللي هي ثابته ما غيقدرش شي واحد يحركها لك. لهذا راه ربما انا جاوبت على خويا عادل بدوك دوك الافكار اللي بانت لي قديت نجاوب عليها. ويتفضل خونا كريم ولا اوبي الله وان الله ولا يسهل عادل. عليك. لما عاود لي يقول لي الاسم خويا عبد النبي واقيلا ياك. وي خويا عادل عبد النبي، عبد النبي الله يسهل عليك وتبارك الله عليك بدون لغه المجاملات. الله يسهل عليك، قلتي كل شيء. تفضل اخويا كريم، شاهد احلى تحيات، ولا خويا اوبي وان، ولا الاخ عماد، ولا اي واحد. راه هذا الشيء هذا راه ولا مهزله. ونقول واحد الكلمه الله يسهلك قبل ما نخليو يتكلم خويا اوبي وان الكلمه ولا شي الا واحد من كان الاخوه. ممكن، الا كان ممكن عادل خليك كاردي لينيرجي، الليله باقي طويل، خلي شويه تاع لينيرجي، خليك شويه تاع الطاقه. خلي الكلمه الاخ كريم اوكي شاد، حيت من اوكي قبيله ما تكلمش، اوكي. ما عطاش راه انت تكلم الصفه اخويا النهائيه. كريم مع كامل وغادي الاحترامات نرجعوا اخويا. لخونا عماد. وعندي لك واحد السؤال اللي هو مهم اخي عادل، تكونسونطا وجمع لي الطاقه نتاعك، عافا خويا، وعلى سلامتك بعدا توحشنا كاملين. الله يحفظك اخويا اوبي وان. والله الا راك عارف علاش بعثت من اليوتيوب انا، والله الا تنخدم الليل اخوتي، وبغيت نطلع معاكم. علاش؟ لان كما قال الاخ عبد النبي، هذه المنصه هذه وهذا الكلام هذا خصهم يطلعوا ليه بصح الناس اللي تيهمهم الامر، للناس اللي مثقفين، الناس اللي خويا تعرف وين عادل. شوف تكلم. كما قال لك خويا اوبي وان، شوف غير بشويه عليك ورتب الاوراق الافكار ديالك ومشيو لي الباقي طويل، حنا باقي قصارين باش فاش تهضر يعني تقاس. واه فهمتي؟ واه غير وحده وحده وباقي الحمد لله، وتقول اللي بغيتي وما كاينش اللي قاطعك بتاتا. وتفضل. تحياتي خويا كريم، تفضل اخويا. والله يحفظك اخويا عادل. وش نقول لك، كما قالوا الخوت اخويا مصطفى، يا ربي تجدد الرحمات في هذا النار على الميمه ان شاء الله، والله يغفر لها ما تقدم من امين. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد امين. امين يا رب العالمين، امين. الله يرحم لك الوالدين ويخلي لكم والديكم كاملين اخوتي، الله يسهل عليكم. المايك خويا عادل. ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم انت القوي ونحن الضعفاء. امين 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 يا مايك خوتي باش الناس اللي كيسمعوا. اللهم انت القوي ونحن الضعفاء اليك. اللهم انت القوي ونحن الضعفاء اليك. اللهم انت الغني ونحن الفقراء اليك. تحيه لك اخويا عادل، وعلى الكلام اللي قلتي خارج على القضيه، الكلام اللي قلتي مزيان. وانا بدوري تنحيي خويا مصطفى العقرب. علاش؟ الله يرحم ليه الوالدين والله يجازيه كل خير. هنا باش كيبان الانسان راه عنده واحد المستوى، ولكن فين تيكون هو وفين تيتحط. علاش؟ لان احترمني انا واحترم عماد واحترم عادل اليعقوبي وهو اوبي وان. يعني شوف، ما عنديش انا شي كما كنقولها شي سلطه ولا يوتيوبر ولا شي واحد معروف. بمجرد طلعت قلت لهم خوتي الا كان السب غنطلع، كما ما رضاش شي واحد يسبك انت، ما رضاش شي واحد التزموا به. الله يكثر خيرك اخويا مصطفى. وشوف خير دليل، شوف في الميساجات غير اللايفات اللي كنطلع ولا واحد سبك، ما كاين شكرا خويا يوتيوبر ولا شي واحد معروف. بمجرد طلعت قلت لهم خوتي الا كان السب غنطلع، كما ما رضاش شي واحد يسبك انت، ما رضاش شي واحد التزموا به. الله يكثر خيرك اخويا مصطفى. وشوف خير دليل، شوف في الميساجات غير اللايفات اللي كنطلع ولا واحد سبك، ما كاين شكرا خويا مصطفى، شكرا عادل، اوبي وان، يعقوبي،